أسعد الله صباحاتكم. من ضمن سلسلة تبسيط الرسم، إذا بغينا نرسم وجه حصان من الأمام، شكل تقريبا بيضاوي شبه دائرة يعني، ودائرة ثانية هنا، وداخل الدائرة هذه في دائرتين، ما أدري واضحة الدائرة الصغيرة هذه ولا لا. داخل الدائرتين هذه فيه دائرة هنا ودائرة هنا، طبعا بيضاوي ما يكون دائرة، لأن هذه فتحة الأنف اللي من الجهة الثانية ما تبين. هنا أقرب ما تكون الدائرة. هنا في قوس صغير، بعدين نطلع فوق. من هنا ينزل خط اللي هو مقدمة الفم. انحناء الدائرة هذه هو تقريبا الفم. نحط تحتها قوس صغير بالشكل هذا، ونازل على تحت بشكل بسيط. هنا فيه اللي هم أسفل الفم. هنا العين الثانية، إذن الأذن الثانية هنا. من جنب الدائرة هذه طبعا الآن من كل النواحي، من هنا ينزل خط اللي هو جنب الدائرة هذه، وهنا الخط الثاني. هنا ينزل تحت اللي هو الحنك، ياخذ امتداد الدائرة هذه. طبعا يفترض أن يكون قدامك صورة للحصان بنفس الوضعية هذه، على أساس تاخذ منها بعض التفاصيل. هنا يجي شعر الغرة على ما يقولون. هنا عمق الأنف نغمقه كذا عشان يعطيني العمق. في تقريبا زيادة فوق هنا اللي هو حد الأنف من فوق. هنا حد الأنف الثاني من فوق. هنا ياخذ إذا بنخليه لا في لجام مثلا بالشكل هذا، اللي يسمونها الرشمة على ما يقولونها الخيل. إذا بترسم جسمه نفس العملية، تحط هنا دائرة، تشتغل على الدواعر. هذا جسمه من وراء، هذه ذيله. هنا دائرة الصدر، في بروز الصدر هنا بسيط. هنا القوائم الأمامية، طبعا القائم الأيسر، هنا القائم الأيمن. هنا البطن